السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. بس معنى الكلام ده ان غين مش هو الوارث الحقيقي للفنون الشيطانيه، وسجين بتقول انا اصلا شاكه قوي في الواد غين ده، وهو بيقول انا من ساعه ما حاربته اخر مره واحنا الاتنين اتصلنا وانا ما اعرفش اي حاجه عنه ومش عارف اذا كان عايش ولا ميت، وهي بتقول ايا كان عايش او ميت لازم اللي احنا نلاقيه دلوقتي، اللي احنا نعرف مين الناس اللي بتساعد الفنون الشيطانيه دي، والشيوخ بيكونوا عمالين لسه بيحاربوا في التمثال وبيقولوا احنا لازم اللي احنا نقبض على الراجل ده عشان نعرف منه كل حاجه، وهو اصلا خبير في عالم القديس العظيم وعشان كده اكيد عنده معلومات كتير، وهو بيقول صعب ان احنا نمسك واحد قوي زي ده، والشيخ الكبير بيقول له انت مش هتعرف ولا حتى تقدر اللي انت تعمل كده عشان حرقتلك. والشيخ التاني بيقول استسلم، انت واقف قصاد تلاتة في عالم القديس، وهو بيطلع ساعتها كل قوته وبيقول وهو بيضحك انتوا شوية نمل قصادي، وفي المستقبل هتكون عبيد بتاع القائد بتاعي، وانا بحب القائد بتاعه وبحب عصر الفوضى اللي هيخليه يظهر، وبيبدأ اللي هو يفجر نفسه. والشيخ الكبير بيقول هو الواد ده غبي ولا ايه ده، وفكر اللي هو يعمل كده فكل القوى اللي موجودة في المنطقة تتدمر. والشيخ الكبير بيقول بسرعة الكل يبعد من هنا عشان هو هيفجر نفسه واحنا عواجيز نحل الموضوع ده. وهو بيقول ما حدش يخاف علشان شيخ العائلة خلاص وصل، وبتظهر ساعتها قوة كبيرة أوي من السماء بتقرب من وريث الفنون الشيطانية ده، ايه اللي بيكون مستغرب وبيقول بالرعب ايه ده، دي قوة واحد في العالم السامي، والقوة دي على طول بتقوم ماسكاه بتبخره حرفيا ولا كأنه كان موجود. واحد من الشيوخ بيقول باستغراب هي دي فعلا قوة واحد في العالم السامي، والشيخ الكبير بيقول ده بحركة واحدة بس قدر اللي هو يقتل الراجل ده. هو بيقول هو فرق ما بين عالم القديس والعالم السامي كبير أوي كده، وحد بيقول كويس على الأقل دلوقتي عرفنا إن ورثة الفنون الشيطانية دول ممكن كلهم يموتوا. فحد تاني بيقول بس احنا كده مش هنقدر اللي احنا ناخد معلومات بسبب اللي حصل ده. وسجين بتقول مش مهم، احنا حتى لو كنا قدرنا اللي احنا نقبض عليه ما كانش هيتكلم، واحد عمل مهمة انتحارية وداخل برجليه للمكان ده اكيد يعني مش هيتكلم. وهو بيبص له بيقول لها انت لازم تاخدي بالك من نفسك عشان هم قالوا اللي هم عاوزين اللي هم يقتلوكي، وهي بتقول يعني كده الشياطين عاوزين اللي هم يقتلوني انا. وساعتها هو بيروح ويقول شكرا ليك على الشيء عرفت اللي حصل، ومن غير كان زمان سجين اللي هي ماتت. وبيقول لها عادي عادي، انا واجبي اللي انا احمي كل الناس اللي هنا، ولو انا كنت خليت حد يتأذي كان زمان عيلة سمعتها بقت في الارض. والعجوز بيقول احنا حسينا واحنا بنحارب الواد ده باسلوب الامبراطور السماوي، وهو بيقول فعلا معاك حق. وساعتها سجين بتستوعب بتقول جبل الامبراطور، وواحدة من الواقفين بتتصدم وتقول من العصور القديمة والجبل الامبراطوري بيساعد الناس ازاي يكونوا بيساعدوا حد بفنون شيطانية. وهو بيقول انتوا فعلا معاكوا حق، ممكن ان فعلا يكونوا صح، انا لاحظت ان الواد ده بيحارب اصلا بنفس اسلوب غين، واضح ان هما الاتنين معاهم نفس القوة ونفس الاسلوب، بس اكيد غين مش القائد بتاعه عشان هو قوته كانت اقل منه. فالبنت اللي واقفة بتقول ممكن يكون هو وريث الفنون الشيطانية من جبل الامبراطور العظيم. واحد تاني بيقول هو ايه الرعب ده، وحد بيقول ممكن يكون جبل الامبراطور هو اللي ورا كل ده. وهو بيرفع ايده ويقول احنا مش ينفع ان احنا نفضل واقفين هنا ونستنتج، ممكن يكون كل ده صدفة، وممكن يكون جبل الامبراطور ما يعرفش اي حاجة عن اللي بيحصل ده، وممكن اصلا يكون وريث الفنون الشيطانية بيحاول اللي هو يلبس جبل الامبراطور. وحد بيقول تصدق اللي انت فعلا معاك حق، ممكن اللي هو يكون بيعمل كل ده عشان يلبس بس الجبل لجبل الامبراطور. وسيجين بتكون بصاله وهو بيقول لها ايه رايك في الكلام ده، وهو بيقول في نفسه في العادة المسافرين عبر الزمن بيحبوا التبيه واللي هم يعملوا نفسهم فاهمين كل حاجة، واصلا كل الناس اللي هنا اغبياء قوي. وسيجين بتقول الواد اللي كان عاوز اللي هو يقتلني كان بيستخدم فنون شيطانية وكان معاه قوة الجبل الامبراطوري، وجبل الامبراطور بيحب الخير اصلا، انما لو كان في اي هالة من القوة تبعهم على القاتل ده كان زمان اللي انا عرفتها. بس أنا بصراحة كده شك اللي هم ورا كل حاجة، وممكن نكون احنا غلطانين علشان الشيطان يا حبيبي يكون بيعمل كل ده عشان يعمينا عن الحقيقة. والواد ابو جناحات بيقول نفترض ان جبل الامبراطور ملوش اي دعوة، مش كان المفروض ان القائد يخفي قوته علشان ما يورطش الجبل الامبراطوري ده؟ وعلى حسب كلامك يا انسة ان واضح كان في ناس عايزة اللي هي تعمل حرب ما بين كل الطوائف. وسجين بتقول احنا كده كلنا دلوقتي بقينا عارفين ان في اكتر من وريث للفنون الشيطانية، واحنا لازم اللي احنا نلاقيهم ونعرف مين ورا كل ده. وهو بيكون فرحان وبيقول ايوه انا متأكد ان خطتي هتنفع. وهي بتكمل كام وتقول ايوه اكيد. وهي بتقول دلوقتي الكل عارف هو يقف في صف مين. وهو
وغاو بيقول كل الكلام اللي أنا بقوله ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، بس أنا حاسس اللي هو أقرب للصح. والشيخ التاني بيقول زي ما كان متوقع منك اللي انت هتلاحظي كل التفاصيل الصغيرة. وهو ساعتها بيعمل نفسه سرحان وهي بتندى عليه تاني وهي بتقول له أيوة فعلا معاك حق، بس معلش أنا كنت سرحانة شوية، بس احنا ما ينفعش فعلا إن احنا نسكت للجبل الإمبراطوري على كل ده. وكان بيقول أنا أصلا سمعت شوية أخبار النهاردة الصبح إن إمبراطور الجبل السماوي خرج من العزلة بتاعته النهاردة، وفي حد من الوافين بيتصدم وبيقول هو إزاي خرج من العزلة بتاعته بدري أوي كده. وواحد تاني بيقول إحنا كنا بنحترم جبل الإمبراطور السماوي بس دلوقتي بقيت بشك فيهم. وغاو بيكون فرحان من جواه علشان كل اللي عايزه بيحصل والناس كلها عمالة اللي هي بتتكلم. وفي حد فيهم بيقول ظهور وريث الفنون الشيطانية قدر فعلا اللي هو يعمل مشاكل كتير في العالم، بس دلوقتي جبل الامبراطور السماوي ده هو اللي احنا بنشك فيه. ففي حد بيقول طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا مش عاوزين اللي احنا نخاف، احنا معانا قاعة السلف البشري ومعانا غاو وتيان، واكيد مش هنخاف من شوية شياطين. بس خدوا بالكم الجبل الامبراطوري قوي قوي وما ينفعش اللي احنا نستقل بقوته. والنظام بيطلع لغاو الواحد اللي انت عملت تضرب في سمعة ابن الحظ وهتاخد 3000 نقطة حظ و15000 نقطة مصير سماوي. وهو بيبص للوحة النظام وهو بيضحك وبيقول بجد الحظ ده صعبان عليا قوي. وعند الجبل الامبراطوري بيكون في حد بيكسر كوبايه الشاي وبيقعد يروح يمين وشمال ويقول هو ايه اللي بيحصل معايا؟ المفروض ده دلوقتي وريث الامبراطور والكل يحترمني، بس في لحظه كل حاجه بتتقلب عليا والكل بقى بيشك فيا. انا فاهم مش فاهم ايه اللي بقى بيحصل. وبيكون في حد من المساعدين بتوعه موجودين في الاوضه وهو بيقول له روح دلوقتي حالا وتابع التحقيق. وهو بيقوم يقف وبيقول حاضر. واخته الصغيره بتكون واقفه بره القصر وتشو بيكون هيتجنن من اللي بيحصل وبيقول هو انا ليه اصلا ما عنديش اي ذكريات في الجسم ده؟ هو فعلا جبل الامبراطور ده ليه علاقه بالفنون الشيطانيه؟ بس المفروض ان ورثه الفنون الشيطانيه دول بيكونوا اعداء لكل الناس من زمان وبيتقتلوا على طول. وبيقول دلوقتي انا معايا فرصه كويسه علشان اعيش عيشه حلوه، ليه كل ده بيحصل؟ انا لو كنت عارف ان كل ده هيحصل ما كانش زماني اللي سبت جسمي اللي قديمه شغلانه الاحصنه. واخته ساعتها بتخش وبتقول انت ليه عمال بتكلم نفسك كده؟ هو انت سمعت عن الكلام اللي بيحصل بره؟ هو ده صح ولا ايه؟ وتشو ساعتها بيتوتر وبيقول في نفسه هو ايه ده؟ انا لازم اللي انا هدا دلوقتي. وبيروح ساعتها ويقعد على العرش ياعه وبيقول ايه رايك انت طيب في الكلام ده؟ وهي بترد عليه وتقول انا واثقه ان احنا ملناش علاقه بالموضوع ده ولازم ان احنا نلاقي حل بسرعه، واحسن حل اصلا ان احنا دلوقتي نمنع غاو. احنا لازم ان احنا نقابل مصدر اشاعات ده والمصدر هو عائله غاو. وهي بتمشي وتقول غاو هو الوحيد في الجيل الحالي اللي يقدر اللي هو يغير الاشاعات دي عليك. وتشو بيقول لو المشكله دي اتحلت يبقى كده في مشكله كتير جدا معاها هتتحل. غاو والسجين هم اللي عملوا كده بشويه كلام بس، وانا هفضل بقى فاكركم واخد حق منكم. وبعد شويه وقت غاو بيكون واقف وبيودع عائله سجين وساعتها هم بيمشوا وسجين بتقول خد بالك من نفسك علشان الشياطين هيعوزوا اللي هم يستهدفوك. وهو بيقول اكيد طبعا وشكرا علشان بتحذريني. والحارس اللي واقف وراه بيقول له عاوزك اللي انت تراقبها من غير ما هي تعرف. وهو بيسمع الكلام بيقول له حاضر. وهو بيقول في نفسه مين مشيت النهارده الصبح وكانت مستعجله؟ المفروض اللي هي رايحه دلوقتي اللي هي تدور على التناسخ في السلف القديم، بس حد زي كده عايزه اللي هي تدور عليه الموضوع يكون صعب قوي عليها وهي مش هتعرف اللي هي تعمله لوحدها. انا لازم اللي اعمل خطه علشان اساعدها. والبنت الثعلبه بتكون واقفه جنبه وهي بتقول انت فعلا كلامك طلع صح، امير الجبل الامبراطوري بعت ناس علشان يعرفوا كل حاجه ويجمعوا الاخبار. وهو بيقول اكيد طبعا دلوقتي هو يحاول لو يقتلني علشان اسكت، انما يا عيني ما يعرفش اللي انا محضره له. وبيقول الوقت دلوقتي اتاخر وانا عاوز ان انا ارجع لقاعه الاجداد. امشي على الخطه بتاعتي وبعتي دلوقتي رساله للامير وعرفيني فين مات بعد العشاء بتاعنا لانه كان اتجنن فجاه. وبيقول في نفسه انا لازم اعرفه ان السر بتاعه اتعرف واللي انا عارف ان مش هو الامير حقيقي ولا هو مجرد نصاب. وبعد شويه وقت بيكون في ناس كتير قوي متجمعين جوه قصر وحد فيهم بيقول السيد الشاب وصل. وواحد من الشيوخ واقفين على باب القصر وبيقول احنا النهارده موجود معانا السيد الشاب غاو واخته اير والاتنين دول هم فخر عائله غاو. وغاو ساعتها بيضحك وبيقول المدخل بتاع قاعه الاسلاف هيفتح قريب، مفيش الا 5 بس من عائله غاو اللي ياخدوا فرصه اللي هم يدخلوا لجوه ويفكوا سلاسل الدم ويقدروا اللي هم يتطوروا بسرعه. فاير بتقول انا عارفه مش محتاجه منك معلومات. وهو بيتضايق بس بيسكت. وواحد من الشيوخ بيقول يلا عشان هنفتح الباب دلوقتي وبيبداوا اللي هم يفتحوا الباب
الباب واحدة واحدة، وبيكون في نور كبير جدا طالع من جوه، والمكان كله ساعتها بينور، وبيكون في عالم كامل بره. بيكون في بقى حمام سباحة موجود قصاد القصر ده، وهم كلهم بيخشوا وبيكونوا مذهولين من كمية الطاقة اللي حاسين بيها، وبيقولوا كمية الطاقة اللي هنا كبيرة جدا. فعلا المكان ده يستاهل سمعته. وهو بيقول في نفسه في شائعات بتقول ان في البركة دي هتقدر ان انت تبص على الماضي او المستقبل بتاعك، بس انا مش عارف الموضوع ده حقيقي ولا لا. واير بتكون فرحانة وبتقول في نفسها انا لو نجحت وقدرت اللي أنا اطور نفسي اقدر ان انا اهزم غاو. وهو بيجي جنبها وبيقول لها بلاش حتى اللي انت تفكري في الموضوع ده. وهي بتتضايق وبتقول له انت ازاي عرفت أنا بفكر في ايه؟ انت بتقرا افكاري ولا ايه؟ وهو بيقول لها لا بس عقلك صغير قوي، مش محتاج ان انا اعرف افكارك عشان اتوقع انت بتفكري في ايه. والشيخ بيقول خلاص خلاص كفايه كلام، يلا ادخلوا بسرعه. وكلهم ساعتها بيبداوا اللي هم ينزلوا البحيره دي، وبيكونوا مبسوطين قوي. واير ساعتها بتنزل وبيطلع منها طاقه كبيره. وحد من الشيوخ بيقول اير موهوبه جدا، قدرت اللي هي تتفاعل مع الميه دي بسرعه كبيره. والشيخ التاني بيقول بس قوه غاو غامضه وقويه جدا، واحنا اصلا مش عارفين ايه هي حقيقه القوه دي. وساعتها في حد بيجي من وراهم وبيقول طب يلا علشان نخرج ونسيبهم لوحدهم. وده بيكون ابو غاب، وهما الاتنين بيستغربوا بيقولوا له حاضر حاضر. والقائد بيقول في نفسه وهو باصص على قوه غاو وهو قاعد بيتضرب في الميه انا مش عارف الميه دي هتكون حاجه وحشه ولا لا بالنسبه ليك يا غاو، بس كل اللي انا عارفه اللي انت اتولدت بقلب شيطان، وانا مش عايز ان اي حد يعرف الموضوع ده. وخصوصا هنا الغاو بيكون طالع منه هالة الاستنساخ القديمه، والناس بيكونوا قاعدين في الميه وعمالين بيتدربوا. وغاو بيقول في نفسه الواضح ان البركه دي فعلا ليها تاثير كبير قوي، بس اكتر حاجه هي هتعملها اللي هي دوب هتقدر اللي هي توصلني نص عالم القديس. بس لازم اخد بالي خصوصا ان قلب الشيطاني بيحب القوه وعاوز اللي هو يخليني ابقى تحت سيطرته علشان ازود من قوته. بس دلوقتي هو بيديني احساس شبه احساسي وقت ما اخدت السلاح الشيطاني. والقلب الشيطاني ساعتها بيبدا اللي هو يتفعل، وهو بيستغرب وبيقول هو ايه ده. وساعتها بيبدأ اللي هو يشوف مناظر غريبة لجثث كتيرة جدا وحرب ودم. وهو بيقول هو ده ينعكس حياتي اللي فاتت ولا اللي هيحصل في المستقبل ولا ايه؟ انا في حياتي اللي فاتت روحي كانت اهم حاجة عندها قوة ليه تقتل عشان تزود قوتها. انا دخلت البركة دي علشان الفوائد اللي هاخدها منها لما صحي القلب الشيطاني هبقى اعرف بعدين الفوائد التانية منه، بس لازم اعمل كده لوحدي. وبيبص لايه بيكون قاعدة مرتاحة هي وبقية الناس، انما ساعتها في هالة شيطانية بتنتشر في كل حتة وكلهم بيستغربوا. وواحدة منهم بتقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ وبيكون مصدر قوة شيطانية هو غاو. بيقول هي القوة دي طالعة من السيد الشاب. وحد بيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ دي قوة شيطانية وممكن تكون القوة دي كلها أثرت عليه وجننته. وغاو ساعتها بيضحك وهو مطلع الهالة الشيطانية. والبنت بتقول هنعمل ايه دلوقتي؟ فهو بيقول لها مش هنعرف نتعامل مع القوة دي كلها، احنا لازم اللي احنا نعرف الشيوخ. وصاحبهم التيد بيقول هو انتوا خايفين ليه؟ كل اللي حصل اللي هو غاب عن الوعي فظهر قوته الشيطانية. وبيضحك ضحكة شريرة وبيقول آخر مرة حصلت حرب لمنصب وريث العائلة أنا ما كنتش موجود، وعشان كده هو أخد الفرصة دي وأخد المنصب ده. إنما فجأة ساعتها بيتصدم لما بيلاقي إن غاو قرب منه، بيقوم مديله بالرجل بيطيره بعيد وبيكسر بيه الأرض، بيقتله على طول بضربة واحدة. وبيروح ورا الاتنين يوقفوه وبيقول لهم ده دوركم. وهما الاتنين بيكونوا مرعوبين، وهو بضحكة شيطانية على طول بيقتلهم هما الاتنين وبيرميهم بره. وإير بتكون واقفة وراه، وهو ساعتها بيبص لها بنظرته الشيطانية. وإير بتقول له إيه ده؟ هو زمان لما أخد مني العظم بتاعي كان عنده نفس الهالة الشيطانية دي بنفس البصة دي، وهو كان خايف الهالة بتاعته من وقتها. هو ممكن يكون قوته الشيطانية خرجت دلوقتي. وهو على طول ساعتها بيقرب منها وبيهجم عليها وبيطيرها لبعيد، وهي بتكون عمالة بتتوجع بس العظم بتاعها بيحميها. وبتقول لها مش فاهمة إيه اللي بيحصل. وهو بيقول لها انا عاوز العظام اللي معاك دلوقتي حالا، وانا لما سبتك عايشه زمان دي كانت غلطه وما كنتش متخيل ان انت هتكوني قويه بالطريقه دي، انت فعلا فاجئتيني يا اختي. انما دلوقتي انا هسالك سؤال، هتطلعي العظم بالذوق ولا اعمل زي زمان واخده بالعافيه؟ وإير بتستخدم قوتها وبتطلع ساعتها القطعة المقدسة بتاعتها علشان تحمي نفسها. بس هو ساعتها على طول بيطلع السلاسل بتاعته وبيقوم يدشدش القطعة دي 100 حتة. وهي بتكون مستغربة وبتقول في نفسها ده قدر اللي هو يدمرها بسهولة، أنا فعلا مش عارفة إيه مصدر قوته.
وهو ساعتها بيكون حرفيا شبه الشيطان وبيقول كل ما تقاومي اكتر وتعندي اكتر كل ما هتخلي الموضوع صعب اكتر عليكي، سلمي دلوقتي العظم علشان ما قتلكيش بطريقه وحشه. وهي بتقول في نفسها انا دلوقتي استخدمت قطعه اثريه بس كده، انا دلوقتي ما قداميش اي حل غير ان انا استخدم الكنز السري بتاعي اللي المعلم بتاعي اداهولي. وهو بيكون واقف وهو عمال بيضحك وهو بحركه واحده من ايده بيقول انت لسه غبيه زي ما انت. واير ساعتها بتتسحب عليه وهو بيقوم ماسكها من رقبتها وبيقعد اللي هو يخنق فيها، وهو بيقول عدى وقت كتير من ساعه ما اتقتلنا اخر مره، ايه بقى هي التقنيات اللي انت مخبيها عليا ومش عايزه ان انت تعرفي اخوك عليها. وهي ما بتكونش مستحمله ومش عارفه تتنفس وبتقول في نفسها ايه. دي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو الجديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.